أهلا بكم مستمعينا. اليوم معنا فيديو مثير جدا للاهتمام، بيكشف عن الشكل الجديد لمركب فاس الرياضي. الحقيقة شكله مبهر بعد التجديد، والواضح أنه جاهز تماما لماتش المغرب والتونس الجاي. أهلا بك. وموضوع مهم فعلا، ده مش مجرد تجديد مبنى، لا، ده تجديد مسرح رياضي كبير لحدث الناس كلها مستنياه. بالضبط. خلينا ندخل في التفاصيل اللي شفناها في الفيديو ده. إيه أبرز حاجة اتغيرت وكيف ممكن ده يأثر؟ الفيديو نفسه وصف المشهد بصورة مبهرة من الداخل، وده لوحده يدي انطباع. فعلا، أول حاجة بتشد العين هي الألوان. المدرجات كلها بالأحمر والأخضر، والأرضية كمان. العشب الطبيعي شكله ممتاز. هل دي مجرد شكليات؟ لا، أنا أعتقد إنها أعمق من كده. الأحمر والأخضر دول مش مجرد ألوان عادية، دي أكيد بترمز للهوية الوطنية، بتخلق جو خاص للجماهير. وبالنسبة للعشب إنه يكون طبيعي وبالجودة دي، ده استثمار وجهد كبير، مش سهل الحفاظ عليه كده. صحيح. وده معناه إن في أولوية واضحة لتوفير أحسن ظروف لعب ممكنة، وده ممكن يأثر مباشرة في مستوى الماتش نفسه. مثير للاهتمام فعلا. اختيار العشب الطبيعي بالذات، مع إنه أصعب في الصيانة، كأنهم بيرجعوا للأصل. تماماً، ممكن تكون رسالة برضو إن التجديد محافظ على جوهر اللعبة. بس الفيديو كمان أشار لروعة التصميم بشكل عام، الجماليات كان ليها دور مهم. واضح إن فيه توازن بين الشكل والوظيفة. كيف ده بيتفق مع التوجهات الجديدة في تطوير الملاعب؟ هو ده اللي بيحصل في العالم كله دلوقتي. الملاعب ما بقتش بس مكان للماتشات، لا، بقت أماكن ترفيهية متكاملة. التصميم، الإضاءة، الشاشات، حتى شكل الكراسي، كل ده عشان تحسين تجربة المشجع. والواضح إن مركب فاس ماشي في الاتجاه ده بقوة. والحماس ده واضح أنه واصل للناس. المصدر بيقول إن الجماهير المغربية بتتمنى حضوراً قياسي. إيه سر الشغف الكبير ده، بالذات بالملعب التاريخي ده؟ هنا نقطة مهمة جداً. الملاعب التاريخية زي مركب فاس دي مش مجرد حيطان، دي جزء من الذاكرة، فيها تاريخ، فيها حكايات، فوز وخسارة، أجيال كاملة مرتبطة بها عاطفياً. صحيح. ستجديد ملعب زي ده كأنك بتنفخ الروح في الذكريات دي تاني، بتخلط الحنين للملعب القديم مع الترقب لشكله الجديد. فهمتك. كأن التجديد بيربط الماضي بالحاضر وبيدي دفعة للمستقبل كمان. بالظبط. عشان كده الحماس الكبير ده لرؤيته بشكل جديد يليق بتاريخه. اللي شفناه في الفيديو ده أكتر بكتير من مجرد تجهيزات لمباراة قادمة. أكيد. اللقطات دي بتورينا جاهزية عالية، فنية وبصرية، واستثمار واضح في تجربة الكل، لاعبين وجماهير. والأهم، إحياء رمز رياضي له مكانته. كل ده بيجهز الأجواء لمباراة ممكن تكون تاريخية. يبقى لو هنلخص أهم النقاط من الفيديو: تغيير بصري كبير بالألوان والتصميم، أرضية عشب طبيعي ممتازة، وتجديد بيلمس مشاعر الناس تجاه المكان ده. تماماً. الجاهزية موجودة. الملعب بشكله الجديد ده بيخلق بيئة حماسية، وممكن تكون ضغطة كمان لصالح الفريق صاحب الأرض. وده يخلينا نفكر في النهاية، لحد فين التأثير النفسي ده للملعب التاريخي اللي اتجدد بحماس جمهوره وشكله الجديد وقيمته الرمزية ممكن يترجم فعلا لأداء أحسن في الملعب. هل الملعب نفسه ممكن يكون لاعب إضافي؟ دي نقطة تستحق أن نتأمل فيها.